السلام عليكم ورحمة الله. مين قال إن عشان العيد خلص ما ينفعش نعمل طاجن بامية زي ده؟ ويا سلام بقى لما يبقى باللحمة الضاني، حاجة كده يعني اوعى وشك. وزي ما انتوا شايفين اللحمة اهيت بتاعتنا طيبة ومستوية. يلا نشوف عملنا الكلام ده ازاي. هنا دي اللحمة الضاني بتاعتي، وده طماطم كنت مفرزناها، والبامية لو فاكرينها اللي كنت مفرزناها قبل العيد بشوية. هنجيب حلة على النار، هنحط فيها معلقة سمنة بلدي ومعلقة كده صغيرة من الزيت. هننزل عليهم ببصلاية كبيرة مقطعينها قطع صغيرة، وهنبدأ نشوح فيها. هنبدأ نقلب في البصلة كده لحد ما لونها يتغير معانا. هنزل عليها بمعلقة بصل، سوري، بمعلقة ملح ورشة فلفل اسود. وبعد كده هنزل بفصين توم مهروسين، هأديهم تقليبة كده لحد بس ما التوم يطلع ريحته. وبعد كده هنبدأ ننزل معانا بالصلصة بتاعتنا. هننزل بالصلصة، هنديها بس غلوة كمان كده، تبدأ بس تدخل في مرحلة التسبيك. وبعد كده هننزل عليها بالبامية بتاعتنا. هنا هنزل بالبامية مجمدة زي ما هي، مش هستناها تفك، هي مجرد ما تنزل في التسبيكة اللي واخدة غلوتين قبل كده هنلاقيها لوحدها كده بدأت تتفكك من بعضها. هنا بس حددت كمان رشة ملح كده لاني كنت بس حاطة ملح على البصل. هتبدأ تاخد كده سوا غلوتين تلاتة، نبدأ نحس ان التسبيكة بدأت تقل. هنا انا كنت سلقة لحمة ضاني لوحديها برا، مديها تشويحة برضو، ونازلة عليها بالمية السخنة بتاعتها وملحها وفلفل وكل حاجة لحد ما تدخل في السوا تماما. وبعد كده ده برضو شوية رز بشعرية كده مفلفلين بقى لزوم بقيت يعني جمال. وبعد كده هبدأ احط اللحمة بتاعتي على البامية، وكمان بقى هزود البامية بالشوربة بتاعت اللحمة الضاني. هنا اللحمة الضاني يا جماعة ملهاش ريحة خالص زي ما انتم متخيلين. وبعد كده حطيتها في برام مدتها 10 دقايق بس تحت الشواية. حابين بقى تنشفوه اكتر من كده دي حاجة ترجع لكم. زي ما انتم شايفين المنظر يتحدث يعني. واللحمة مستوية، وصدقوني ما فيهاش اي النكهة بتاعت الضاني اللي الناس بتقلق منها ديت، لان اساسا نوع الضاني من البداية كويس. وبألف هنا.